اهلا بكم مشاهدينا، وبدايه اخبارنا المحليه مع ضيفنا الكريم اللي بينورنا وبيشرفنا وبنسعد بوجوده، استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ احنا عندنا اخبار كتير، يعني نبتدي باهمهم. العليا للانتخابات تفتح غدا باب الترشح والتصويت يوم 29 و30 مايو، والنتيجه يوم 5 يونيو. ده اليوم السابع وده الغلاف بتاع اليوم السابع. نعم. طبعا ده تطور مهم ان احنا خلاص المفروض اللجنه العليا هتنعقد غدا، هتقول الجدول النهائي، والجدول النهائي ده تقريبا النهارده كل الجرايد متكلمه فيه، اللي هو المواعيد المحدده والاخيره للاقتراعات، بحيث يعني كان في البدايه ان هو بيتقال 26 و27 مايو، وكان في جزء مهم جدا. طبعا الباب هيتفتح يوم الاحد لمده 21 يوم لحد يوم 20 ابريل. تمام. والاعاده لو حصل فيه اعاده هيبقى اظن بحيث النتيجه تبقى النهائيه 6 او 5 يونيو. وطبعا البعض بيقول انه ده تاريخ معقول. ازاي يعني التاريخ ده؟ انا متخيله ان انا شايفه العناوين في مواقع التواصل الاجتماعي من دلوقتي ايا كانت النتيجه. احنا يعني انهزمنا هزيمه يعني سيئه في 5 يونيو 67 وفقدنا جزء من ارض عربيه، لكن السادات اعاد الملاحه لقناه السويس يوم 5 يونيو 75 عشان يقول ان في تاريخ ايجابي، بس ان 5 يونيو ده مش هتظل دايما ذكرى سيئه. العبره بالحاجه اللي انت بتعمليها في 5 يونيو ولا في او في 6 اكتوبر. كان في نصر كبير، بس كان في مقتل السادات ايضا صاحب النصر نفسه. فبالتالي التواريخ هي لها دلالات رمزيه، لكن تستطيع انك انت تغيري الدلالات الرمزيه السلبيه الى دلالات ايجابيه اذا اردتي. يعني بسطتنا حضرتك بالمعلومه اللي ما كنتش عارفاها دي، يعني لان كان بيتهيألي في الاول كنا متخيلين انه اختيار غير موفق، اختيار الميعاد 5 يونيو، يعني وهو ده هتبقى اعلان النتيجه بعد ثورتين. الناس هتبقى فرحانه بالنتيجه ونختار لها ميعاد. هقول لحضرتك بيبقى فيه الجانبين زي ما طبعا فيه دلالات. يعني محمد مرسي في الانتخابات لما اظن كانوا اختاروا يوم في اثناء احد الاستحقاقات الانتخابيه، ربما الاستفتاء بتاع 2012 في ذكرى، يعني كان موافق عيد ميلاد احد اعياد الاخوه الاقباط. هنا دي الدلالات السيئه، ان انت بتختاري حاجه مش واخده بالك من الدلاله الرمزيه، ان انت بتختاري ميعاد وما بتختارش الثاني. في البعض يقول لك لا، انا ما اجيش على ميعاد فيه ذكرى سيئه واختاره انه ربما يعمل شيء مش كويس. ودي وجهه نظر لا تستطيع ان تتجاوز. بس حد تاني يقول لك طب وايه المشكله ان انا هختار ده عشان اقول انه في هذا اليوم تم انجاز شيء كويس. نعم. فبالتالي انت بتقللي من الحموله الثقيله السيئه لهذا التاريخ وتنقليها بطريقه ايجابيه. خبر من مصر اليوم في الصفحة الخامسة بيقول وزير الداخلية تصريح له نقف على الحياد بين مرشحي الرئاسة. احنا عندنا كم مرشح رئاسة إلى الآن؟ الاثنين رسميا، يعني مش رسميا يعني حتى هذه اللحظة يتم تداول أساميهم في الإعلام. اثنان مرشحان، اثنان محتملان، هما يعني حسب ترتيب الإفصاح أو الإعلان السيد حمدين صباحي والسيد عبد الفتاح السيسي، بعد ان يعني خرج من الجيش صار رجلا مدنيا. فبالتالي دول الاثنين الاساسيين. هل هيبقى في مفاجآت وهنشوف مع فتح باب الترشح بدءا من بعد بكره في اسماء ثانيه؟ ربما. حجم هؤلاء الناس اللي هيبقوا مين هم الله وحده يعلم. المعركه هتبقى في الغالب اغلب الظن بين الاثنين دول، الا مثلا لو شاهدنا حد كده طلع وقال والله ان انا يعني بمثل التيار الديني مثلا، فربما يغير قليلا في المشهد، وهذا احتمال ضعيف تماما، بحكم انه المرحله الجايه في الغالب ان مش هتبقى فيه مرشح للاسلام السياسي. هي احتمال، يعني محدش يضمن مفاجآت، لكن هناك رجل حظه اوفر اسمه عبد الفتاح السيسي ينافسه بقوه السيد حمدين صباحي. طيب احنا كتلفزيون دولة يعني هيكون علينا العين اكتر زي ما بيتقال باللغة الدارجة، ان احنا هيبقى شديدي الحذر في تناول اخبار المرشحين المحتملين، لان قد يكون احدهما يعني اكثر شعبية او بيلقى قبول اكثر بين الشعب، لكن هذا تلفزيون الجميع، فاحنا لازم نحاول قد ما نقدر نقف على مسافة واحدة بين الطرفين اذا ظلوا طرفين. انا ما جاوبتش للاسف السؤال، سرحت. يعني هل الحكومه المصريه هتستطيع هتستطيع ان تقف على مسافه واحده؟ وزاره الداخليه والحكومه انا اشك ان هي هتقف على مسافه واحده، لكن لسبب يعني مش يعني
انك انت بتنتقص من كلام الناس اللي هم بيقولوا، لا، في واقع عام ان الدوله لسه الدوله قويه في مصر ما زالت رغم كل ما يقال عن ان هي صعبه ومفككه، لا الدوله لسه قويه، ومن في السلطه يعني بيقدر يعمل حاجات كثيره جدا، وفي هوى ما تقدريش تنزعيه من الناس. ازاي يقدر يترجم ده يبقى زي الصحفي بالظبط اللي بتطالبيه وهو وسط حاله الاستقطاب تقولوا له عليك انك تبقى موضوعي؟ بيبقى صعب ان يبقى موضوعي. لكن زي ما انت حضرتك تفضلت، اذا سعى كل شخص ان هو يبقى موضوعي باش. انا اتمنى انه لما حمدين صباح يعلن الترشح بتاعه التلفزيون المصري يديله فرصه زي ما ادعى فتحي السيسي. احنا زي ما حضرتك قلت نعم. هي المشكله بتبقى الهوى، واحنا عندنا مسؤوليه الهوى على الهواء مباشره. احنا بقى الهوى عندنا له احترامه والتزامه، ويعني سنحاول بجد يعني ان احنا الهوى اللي هو بالالف ولا بالياء؟ احنا عندنا دلوقتي الهوى بالالف. أوكي. ان احنا هنحاول بجد ان احنا نكون على مسافه واحده. ده شيء كويس وجيد، وبيرسي كمان بيدعم فكره الموضوعيه ان ده تلفزيون الدوله بالفعل وهو للجميع. يعني الموضوع هيبقى شديد الصعوبة على فكرة بالنسبة لنا، لأن قد تكون الأخبار تميل لكافة أحد المرشحين. بس لا، ما في نقطة مهمة يعني الخبر ليس عيب انك انت تقول الخبر طالما ان هو خبر. انه انا اقول النهارده ايوه، بس انا اقدر اعمل يعني حلقه لمده ساعه فيها 14 خبر عن مرشح وخبر عن مرشح اخر، وهو ده الاخبار اللي موجوده. لا، ما انا اكيد مش هساوي بين المشير عبد الفتاح السيسي وفي واحد مرشح انا يعني شفت اسمه ضاع كل التقدير على الحيطان، اسمه احمد المختار، حاطط اسمه وحاطط تليفون تحت اسمه. مش هساوي بين الاثنين لانه ده رجل يعني ما حدش يعرفه تقريبا كسياسي. لكن لما يجي عبد الفتاح السيسي يقول والله ان انا قررت ان انا راح عمل مؤتمر مثلا وطلع فيه 500,000، ما اكيد هنا الوزن النسبي عبد الفتاح السيسي غير حد ممكن يبقى منافس حضر له 20,000 أو 50,000 او حاجه عمل حمدين صباح اضطر اخدها ان خبر كبير او قال تصريحات مهمه وحد ثاني ما. فدايما في 100 طريقه ان انا اقدر ابقى مهني وموضوعي عبر ان انا اركز على مش على الشخص، بركز على الموضوع. طيب، هل ستستمر السؤال كان من تامر في بدايه الحلقه لحضرتك، هل سيستمر 2 مرشحين محتملين فقط، مش هيبقوا 3 4 5؟ وارد 5 ده رقم مجازي يعني، انا بقول كانوا 5 المره اللي فاتت وشفنا اللي كانت النتيجه مش جيده للاسف. حضرتك مش عايز 5 انتهت الى مرسي، ال5 انتهوا الى مرسي. طبعا زي ما بقول لحضرتك في احتمال انه يبقى فيه حد يبقى اللي هو زي ما بيقول بلغه لعيبه الكوره اللي القادمون من الخلف. ممكن يجي يطلع حد يبقى يغير قليلا في المشهد، لكن بصفه عامه اغلب الظن انه بالشكل الحالي الذي نعيشه ونراه هناك مرشح اوفر حظا عبد الفتاح السيسي ينافسه بقوه حمدين صباح. عندنا الوفد الغلاف والصفحه الثالثه خبر بيقول ضبط 79 اخوانيا في احداث شغب الجمعه. 79 اخوان 79 نعم. احداث الجمعه اللي فاتت دي كانت احداث داميه ومؤسفه ومحزنه، واظن انه جماعه الاخوان صار لها هدف جوهري واساسي، وهو ان يكون هناك اكبر نسبه دم موجوده في كل المظاهرات، لانه يبدو ان هذه البضاعه الوحيده التي يملكونها الان ويسوقونها للخارج. كلما كان هناك عنف، كلما كانت هناك اشتباكات، وكلما كان هناك دم، في هذه الحالة الغرب بيظل على موقفه المتصلب من الثورة المصرية، وهذا هو هدف إخواني جوهري. وبالتالي للأسف الشديد يعني أنا شايف اللي بيحصل ده فيه جزء من المتاجرة بدم المصريين، بدم غلابة ومساكين، وأحيانا مرة بالصدفة ناس بتمر بالصدفة في الشوارع، فبيجي طلقة يمين أو شمال وطاحونة الدم تستمر، واللي بيكسب منها فقط لا غير الاخوان. مش هم ما بيخسروش في اللحظه الراهنه، الكاسب الاكبر من الدم المراق في الشوارع هي جماعه الاخوان المسلمين، مش الشرطه ولا الجيش ولا اي طرف مدني او سياسي. خبر تاني بيقول في المصري اليوم برضو الاخوان تدعو للحشد اليوم احتجاجا على ترشح السيسي. جماعه الاخوان لازم يبقى في قبلها دم علشان يبقى في حشد. طبعا. هل في ربط بين الاثنين؟ في كل الأوقات يعني في قاعدة ذهبية في الصراعات الأهلية أو النزاعات أو يعني كل ما له صلة بالسياسة الداخلية أو حتى صراع بين طرفين سياسيين، بيبقى في قتيل على سبيل المثال، قتيل بنشيعه خلاص، في مشكلة اسمها فلان الفلاني مات، بشيعه فبيطلع عدد كبير جدا من المكلومين والمتعاطفين، بيبقى في اشتباكات مع الأمن فيموت واحد تاني
فالدم بيسلم للدم، فبيبقى ضمنت خط متصل من الاشتباكات. والجمعه اللي بعديها جمعه القصاص للشهداء، والجمعه اللي بعدها جمعه القصاص للشهداء من جمعه القصاص الاولى، وهكذا. فبالتالي يعني انا اتمنى على اجهزه الامن ان اعتدنا الدم للاسف الشديد في جزء ابتدى الموضوع يبقى نعم. الموت ما بقالوش جلال ورهبه زي قبل كده. للاسف الشديد. يعني انا اتذكر هذه القصه واحنا كنا بنغطي صحفيا الاخبار اللي جايه من العراق في بدايات العدوان الهامجي الامريكي، وفي الفتره الاولى لما حصلت يعني الحرب الاهليه. احنا ما كناش فاكرين ان حرب اهليه اللي يمكن بعد سنتين ثلاثه صار خبر العراق او خبر سوريا دلوقتي خبر عدد ارقام. كنا بنقول انه في انفجار في تكريت ولا انفجار في بغداد او في الفلوجة يقتل 50 عراقيا، شويه يوميه. فلما يجي خبر 20 عراقي ماتوا ما كناش بنتعامل معاه انه خبر انه عدد قليل، كانوش بناخده بيتاخد صفحه داخليه. ما فيش حدث، لان انت في احداث كان بيبقى فيه 200 تحولت شهيد. حياه الافراد الى ارقام، الى ارقام انت مش حاسه بيهم. ان اي شهيد عراقي او سوري او ليبي او اي في ارض عربيه بيموت عبث في في الصراعات وصراعات التخلف والجهل اللي احنا عايشين فيها. هو وراه اسره وعنده اصدقاء وعنده اصحاب، ومحدش فينا بيركز في ده. نعم. فبيتحول الرقم. اخشى ان احنا نوصل لده. للاسف الشديد الاخوان بيجروا البلد الى جزء من هذا الامر. هم خسروا السياسه وخسروا الشعب، فعايزين ياخدوا البلد معاهم لتحت. معنا على الهاتف اللواء حسام سويلم، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجيه. سياده اللواء مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الاخوان بتدعو الحشد غدا احتجاجا على ترشح السيسي، تعليق حضرتك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. كلما قربت المرحله الانتقاليه على الانتهاء واستقرار الحكم في مصر بانتخاب رئيس الجمهوريه القادم ان شاء الله، وبعدين دخلنا على مرحله الانتخابات البرلمانيه وحكومه مستقره، كلما زاد سعار وهياج جماعه الاخوان لان الارهابيه، لان انتخاب رئيس جمهوريه جديد وبشفافيه وبنزاهه كامله وامام منظمات الدوليه لحقوق الانسان والديمقراطيه والكلام ده كله بيعني حاجه خطيره بالنسبه لهم، وهو نزع واسقاط غطاء الشرعيه الزائفه اللي بيزعموه وبيتاجروا بيه دوليا زي ما احنا شايفين، لانه هيثبت امام العالم كله ان الشعب المصري اللي طردهم من الحكم في 30/6/2013 انتخب رئيس جديد بإرادة شعبية خالصة. لذلك كلما اقتربت هذه الساعة، ساعة الشرعية الجديدة اللي هيفرضها الشعب انتخاب رئيس جمهورية جديد، كل ما زاد حالة الارتباك والفوضى والهياج والسعار اللي بينتاب هذه الجماعة. النقطة الثانية سيادة اللواء، بعتذر لحضرتك، هو يعني تعالى نتفق على ان الشرعية ليست ضمان مدى الحياة. هو الشرعية دي الشعب هو مصدر السلطات وهو من يمنح وهو من يمنع. في حالة الرئيس مرسي جاء عبر الصندوق وهذا حقيقي، ولكن أساء التصرف وبشدة، وبسبب ده الناس نزلت وثارت ضده. إذا سمحتي أنا هقربها بصورة بلدي شوية. اتفضل. انت النهارده انا جيت النهارده بعت او مش بعت، انا جيت النهارده عينت مدير لمصنع ليا، مصنع نسيج. تمام. لمدة 4 سنوات على ان هو هيطور هذا المصنع وان هو هيحسن الانتاج فيه والاخر. وبعد سنة بصيت لقيت المصنع في انهيار. هل استمر معاه 4 سنين؟ ايوه. وصلت فكرتك. نعم. هذه الكلام. النقطة الثانية، هذه الجرائم الوحشية اللي بيرتكبها الإخوان ما هيش جديدة على هذه الجماعة الدموية، وده بيفرض على السيد وزير الداخلية، أحترمه جدا وأقدر الظروف الصعبة اللي بيشتغل فيها هو والشرطة، جهاز الشرطة بالكامل، إن هو يطبق ما وعد بيه بالضرب من يد بالحديد على هؤلاء الأوغاد المتوحشين. إزاي؟ أنا مش فاهم يعني إيه ناس بتفتح رشاشات حية، نيران حية برشاشات على أهالي وعلى رجال الشرطه، وبعدين ارد عليهم بميه او بخراطيم ميه او غازات او بغازات مثيره للدموع. ازاي تيجي دي؟ لابد على هذا التصعيد ارد عليه بتصعيد مباشر. يعني ايه النهارده واحد يجي يحرق 3 4 عربيات كل يوم جمعه للشرطه؟ يعني ايه؟ ورد عليه بالغازات؟ لا، اللي بيضرب بالنار اضربه بالنار. ده البديهي، ده المنتظر منك يا سياده وزير الداخليه اللي هو او من وزير رئيس الوزراء لما هنضرب بيد من حديد.
يد بالحديد، مش واحد بيضربني بالنار ارش ميه او ارش غازات. وصلت الفكره سياده اللواء حسام سويلم المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجيه، شكرا لتليفون حضرتك الكريم. هل سنصل لمرحله هنضرب نار فهنرد بنار فنضرب تاني نار فنرد بنار فالدم يبقى سايح في الارض ونبقى مش عارفين نخطي خطوه من كتر الدم؟ اتمنى ان لا نصل الى هذا الوقت، لكن الجزء الاساسي في ده في يد الاخوان. الاخوان المسلمين في ايدهم فرصه ذهبيه ان هم بيخسروا كل يوم سياسيا. في ايده انه يتوقف عن نزيف الخساره اللي بيخسرها وبيخسر فيها المجتمع معاه. بمعنى انه عليه انه يدرك انه هو انهزم في معركه سياسيه، عليه ان يقر بهذا الامر ويعتذر للشعب. اذا قر بهذا الامر معناه انه يراجع حساباته ويفكر بطريقه صحيحه ويعيد تقييم التجربه بالكامل. ربما يعطيه الشعب فيما بعد فرصه اخرى بطريقه ما، لكن بالطريقه اللي بيعملها دي ان هو يعني احنا بعد انتخابات الرئاسه داخلين على انتخابات برلمانيه، وهو ده ملعب الاخوان الاساسي، وهو ده المكان اللي بياخدوا فيه دايما كان ارض زمان حتى. فيعني العقل والمنطق بيقول الناس تهدى كده عشان تعرف تحقق مكاسبها او يتم دمجها في المجتمع او انها تدخل تاني. نعم، متفق معاك تماما. هو عنده رهان مختلف، رهان ان هو انه ينهك المجتمع والبلد والشرطه والجيش والاجهزه والمؤسسات، وبالتالي البلد تقع. استنزاف. بالضبط. هو مش مدرك انه اذا ده حصل لا قدر الله هو الخسران الاكبر. مفيش حد هيجي يحكم دوله من الاطلال. بالظبط. فالرهان الثاني ان هو اسفل مقاطعتك استاذ عماد، هل الرهان عند جماعه الاخوان او عند المتسببين في العنف ده انهم عايزين يحكموا زي ما حضرتك بتقول دوله من الاطلال؟ هل مفهوم الدوله او لابد من وجود دوله محدده الحدود والاركان، ولا قد يتم القبول بدويله حتى يتم حكمها بس يبقى فيه حكم؟ هم حاولوا، واظن ان كان في محاوله في بعد 14 اغسطس انه يتم الاستيلاء على جزء من الصعيد وفصله عن القاهره، وكان في افكار زي كده. ما حدث في سيناء ليس فقط من قبل الاخوان، من قبل جماعات دينيه كثيره جدا. تبقى سيناء دي اماره اسلاميه وتتحول بالضروره الى الفاصل بين مصر عند قناه السويس وفلسطين المحتله، وتبقى عملت اهم هدف اسرائيلي، وهو انك انت بتفصلي بحدود المسافه من القاهره لحد سيناء او لحد الحدود مع فلسطين المحتله مش موجوده. في محاولات كتيره بتتم، في حاجات ناس كتيره بيعملوا اهداف مش مدركين ان هم بيحققوا اهداف العدو بتاعهم. حتى لو كنا بنلاقي احيانا شويه بومب بيتضربوا على اسرائيل بدون ما يعملوا اي تاثير، وبنسمع من يروج ان دي مقاومه. المقاومه للاسف الشديد صارت بعض هذه الجماعات خدمه اسرائيليه. هذه الجماعات قد لا تدرك ان هي بتشتغل لمصلحه اسرائيل، بس هذه الحقيقه المره. الان من الذي يمنع المقاومين من اطلاق صواريخ على اسرائيل؟ حماس. نعم. لان هي تسيطر على قطاع غزه. هي كانت تلوم فتح انها كانت تمنع، عندما كانت فتح في السلطه كانت تمنع حماس ان هي تطلق الصواريخ. لانه نستخدم المثل الشعبي اللي على البر عوام، هو ده اللي حصل بالظبط ما بين فتح وحماس. طبعا انا مع اي مقاومه، وكنت اؤيد حماس وما زلت اؤيد حماس عندما تحارب اسرائيل. نعم. لكن مش مع حماس وهي بتعمل اي مخططات تهز الامن المصري. اللي بيحاول دلوقتي جماعه الجهاد الاسلامي حاولت تضرب مجموعه صواريخ وبعض القوى الاخرى، فتح حماس منعتها. انا احيانا بتعاطف مع حماس، لانه مش من البطوله ان انا ارمي صاروخ او اتنين في شنك او بيجوا في صحراء او في على اطراف مدن وبعد كده اقول ان هي دي المقاومه، لان اسرائيل بترد باكثر بعنف شديد. انا مع مقاومه منظمه وليها هدف. فبالتالي السياسه هي فن الممكن، ان انت ازاي تقدري تحققي اهدافك، مش من الجدعانه ان اروح اضرب دماغي في الحيط وافتحها وخلاص واقول ان انا جدع يعني. اكيد. خبر آخر، انفجار قنبلة بمحيط المدينة الجامعية. الأخبار كلها حقيقي أنا مش شايفة حاجة لغاية دلوقتي ما فيهاش دم إلا الخبر الأول فقط. حتى ماتش الأهلي وأهل بني غازي فيه دم يعني. انفجار قنبلة بمحيط المدينة الجامعية بالأزهر. أنا أسفة طبعا إحنا مبتسمين يعني إحنا بنقول خبر بهذا السوء. ليه جامعة الأزهر؟ جامعة الأزهر برضو ما هذا جزء من اللعبة الإخوانية، شيء إنك أنت بتخليها الجو مكهرب طول الوقت. هناك وجود ملموس لطلاب لجامعة الإخوان عبر طلاب جامعة الأزهر.
منذ بدء الدراسة ورغم تعطيلها أكثر من مرة كان العنف الأكثر تجليا كان موجود في جامعة الأزهر. شفنا مكاتب إدارية بتحرق، شفنا حيطان بتتهد، شفنا طالبات بتضرب مدرسات وأساتذة جامعة، شفنا تنكيل من قبل الطلبة بأفراد الأمن المدني بالداخل، وشفنا في نفس الوقت عنف أيضا من طلبة من إدارة الأمن ضد الطلاب، وشفنا محاولات لتنظيم الوجود في المدينة وتعلية الأسوار ثم قيام الطلبة بهد الأسوار. النهارده المجلس الاعلى للجامعات اجتمع وكان جزء منه بحضور رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وكان في اتفاق على استراتيجيه محدده لمواجهه المحاولات الطلابيه الاخوانيه الدؤوبه لعرقله العمليه الانتخابيه. يعني بدل ما انت بتعملي عمليه دراسيه شغاله، هو هدفه في مكان طلابي، في الطلبه اللي دايما الناس بتنظر لهم بقداسه ونبل، هم يعني وجه المجتمع وقلبه النابض. فلما الطلبه يطلعوا في مظاهره الامن يتصدى لها، يدخل اي طرف. هل اختيار الازهر مش بس علشان تواجد طلاب الجماعه الاخوان المسلمين؟ هل السبب ان علشان في طلاب كتير من جاليات كتير فالمقصود بيها تصدير المشكله عالميا بشكل او باخر، من خلال ان الناس تبقى حاسه ان طلابهم مش امنين، وان رعاياهم في مصر قد يكونوا غير امنين، وان في انفلات حول جامعه الازهر؟ ممكن يبقى احد الاهداف، لكنه هدف ثانوي. الهدف الرئيسي ان هو تواجده في جامعه الازهر اكثر نسبيا من، يعني كانت التقديرات بتقول انه ممكن يستطيع انه يحرك 5% في جامعه القاهره او عين شمس، و5% في الجامعه. انت حضرتك لو عملت مظاهره بس من 1000 شخص بيبقى شكلها كبير، مع وقت ذروه الظهريه ناس داخله وناس طالعه وناس بتجرب وبتبص، هيبقى فيه حجم. ثانيا ولما يسمعني بقى في ماليزيا حتى لو عنده 2 3 طلبه، واوزبكستان والدول الاسلاميه اللي طلبتها في بعثات، حتى ولو طالب او 2، ده هيؤدي لقلق في سفاراتهم على طبعا. لكن في النهايه جامعه الازهر في مكان حيوي وحساس، هي موجوده في قلب مناطق عسكريه كثيره وادارات ومقرات عسكريه، وفي شوارع كبيره وعريضه بيستطيعوا ان هو يخرجوا، كانوا بيقطعوا طريق. المجلس الاعلى للجامعات اظن ان هو وصل الى مجموعه من القرارات، معظمها قرارات يعني ترتب عقوبات قاسيه بحق من يفكر في الخروج على مش بس القانون، فكره التخريب وتعطيل الدراسه. الى اي مدى ستنجح الجامعه في ده الله اعلم. خبر مؤسف: حريق مروع بسوهاج يلتهم عشرات المنازل، وانفجار مستودع وقود يودي بحياة 11 مواطن ويصيب 47 آخرين. شيء مؤسف ومحزن. بس بيكشف طبعا يعني قلوبنا مع اهالي الضحايا وبنعزيهم، ويعني ربنا يكون في عونهم. بس عايز اقول لحضرتك الحادث ده بيوريكي ايه نوع الجرائم اللي موجوده في البلد. في بيت عامل مخزن وقود مهرب فيه، ومخزن فيه المواد اللي متهربه من محطات الوقود، حصل فيه حريق، فقتلوا يعني 11 واحد تقريبا، وفي اصابات كتير اكتر من 40 اظن او 45. و يعني مأساة. يعني هنا يعني دور الامن، يعني زي الامن ما بيعمل جهد في مقاومه الارهاب السياسي، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الارهاب الجنائي. حادثه زي دي اولا ده يعني ممكن نعرف ان هذه النوعيه اللي السبب الاساسي في ازمات الوقود، لانه الواضح ان قد يتم يعني التحكم نسبيا بعد الكارت بتاع الوقود لما يتم تفعيله، ولا مش هتفرق؟ لا هتفرق، لكن الجزء الاساسي هو فكره هيبه الدوله. لما يبقى في هيبه معناه ان انا هيبقى قبل ما افكر اعمل الجريمه دي هفكر 100 مره، ربما ما اعملهاش. ولما في يعني دوريات ومراقبه ومتابعه اظن ممكن تخف الاهمال. ربما ده درس للناس اللي هم أكيد. يعني حتى هنا فيها فكره العقاب الرباني. انت حرمت مواطنين من سلعه مدعمه، لان هو ده البنزين المدعم. طب هو ليه البنزين كان بيتباع في غزه، انت كنت بتبيع هنا ب 90 قرش وبيتباع في غزه او في بامانه في قبرص، مش في غزه بس، وفي عرض البحر وفي السويس ب9 جنيه وب10 جنيه. معناها انه المكسب بتاعه اكثر من 10,000% احيانا او 1000%. سوري. معانا على التليفون محمد رفعت مراسل قناه طيبه من سوهاج. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك زميلتي العزيزه، واهلا بالمشاهدين. اهلا بيك. من فضلك يا محمد اطلعنا على التفاصيل اللي موجوده عندك.
يمكن انا الان في مستشفى سوهاج العام في غرفه العمليات اللي يعني خصصها محافظ الاقليم داخل هذا المكان اللي يفترض انه بيصب فيه كل الحالات اللي المصابه في هذا الحادث. التحقيقات الاوليه تشير ان هذا المكان كان منزل قديم لاحد المواطنين، كان يقوم بتخزين سلعه البترول، مواد بتروليه في حفر يعني تبلغ 5 متر ب 5 متر، بالاضافه الى براميل كبيره ايضا تم حفرها داخل هذا المنزل. مع ارتفاع درجه الحراره ربما يعني حصل انفجار كبير جدا في المكان. يمكن حصيله الوفيات حتى الان 7 حالات وفيات، بالاضافه الى 7 حالات وفيات، 8 حالات وفيات حتى الآن، إنما الرقم 8. الأرقام متفاوتة على مواقع الأخبار، يعني احنا وصلوا معانا ل 11 على آخر حاجة قريتها على اليوم السابع. لا يا فندم، أنت في المستشفى بالفعل محمد؟ أنا بجواري الآن الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة والسيد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج. نعم. يمكن آخر بيان وصل الآن إلى غرفة العمليات أن عدد الوفيات 8 فقط، وربما هذا العدد مرشح للزيادة. هناك 53 حالة إصابة، منهم يعني أكثر من 5 حالات درجة ربما الحروق تصل إلى 100%. هناك أيضا حالات أخرى بتصل إلى 90%. الغريب في الأمر أن يعني صاحب هذا المنزل، يعني هذا تاجر السوق السوداء صاحب هذا المكان، لقى حتفه هو وزوجته حرقا في هذا الحادث. يعني حتى فرقة الإنقاذ تكاد تكون جمعت أشلاءه من داخل هذا المكان. هناك تنسيق كامل ما بين مستشفيات سوهاج ومستشفيات أسيوط، لأنه احتمالية كبيرة أن يتم نقل عدد من الحالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة سوهاج. الزميل محمد رفعت مراسل قناة طيبة بسوهاج، شكرا لإطلاعنا على التفاصيل، شكرا ليك. خبر بقى يوجع القلب، بيتهيألي عند الصحفيين أكتر. طبعا. جنازة شعبية لميادة شهيدة الدستور والصحافة. الدستور عاملة الغلاف والصفحة الأخيرة. نعم. مش عارفة بقى، احنا عندنا وجهات نظر مختلفة هنعرضها بمنتهى الأمانة وهنقول. في ناس بتقول ان إصابة ميادة جت من الأساس من الداخلية، والأغلب الأعم بيقولوا أن الإصابة جت من معسكر الإخوان. كلمة سيئة قوي استخدام كلمة معسكر دي، بقينا معسكرين، بس يعني مش قصتنا دلوقتي. الحقيقة بقى ايه يعني؟ يا ريتني كنت اعرف الحقيقه كنت قدمتها للنيابه، لكن في مثل هذه الحالات يعني الواحد الامانه تحتم عليه الا يفتي او يحكم على شيء هو لا يملك معلومات عنه. في مثل هذه الحالات بيبقى فيه تحقيق نزيه وشفاف وعادل هو اللي بيبين، بس احيانا بيبقى عندك مؤشرات تقدر تبين بمعنى انه لو الامن هيستهدفها، دي واحده متصوره صور وهي واقفه بين عسكري شرطه وعسكري جيش وعامله علامه النصر معاهم، ودي واحده كانت بتقول لحد قبل ما تتوفى يعني تستشهد بدقائق كانت بتقول وبدأ هجوم الاخوان على المواطنين. لكن في نفس الوقت لا املك دليل ان الاخوان قتلوها للموضوعيه وللامانه. نعم. اللي بيحل ربما يكون التحليل بتاع الطب الشرعي او التشريح، الرصاصه جت منين. يعني انا سمعت الروايتين، سمعت روايه ان هي الرصاصه جت من طرف الاخوان، وروايه اخرى بتقول ان هي جت من طرف الامن. سياسيا مش جنائيا، سياسيا الاخوان مستفيدين من قتلها. صحفيه يعني في الاخر الوقت لما بتخلص الاحداث في صحفيه ماتت، صورها متشيره على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل، إعادة إنتاج لواقعة الحسيني أبو ضيف بس بالطريقة وبشكل معكوسة. مختلف، إنه أنتوا حسبتونا على الحسيني أبو ضيف وقت ما كنا في الحكم، أدي ده دلوقتي إحنا مش في الحكم ويتم إعادة إنتاج. طبعا حصل نوع من المتاجرة بدم الشهيدة في البداية، والناس صوروا الأمر إن هي إخوانية
وبعض الناس قالوا الامن حاجزها ومش عايزين، وقيل ان مجموعه من المتصدرين خدوها في احد المساجد مش عايزين يطلعوها، عايزين يوظفوا دمها باكبر قدر من الوقت. دي المشكله اللي بتعمل انقسام الحقيقي والاعمق، نعم. اللي هي المتاجره بالدم. احنا عندنا لكن نقطه مهمه، زي ما احنا كنا بنلوم اجهزه امن محمد مرسي ان هي مش قادره، ان هي المفروض تحمي حسين ابو ضيف وتحمي الجميع، واجب الامن اجهزه الامن ان هي تحمي كل المتظاهرين وتكشف من المتسبب في هذه الحوادث، لان دي وظيفتها. إذا الإخوان هم اللي ارتكبوا الجريمة، فعلينا نحن نقدم الناس للقضاء بجد، وندور على أسباب وجيهة وأدلة حقيقية تقنع الناس بده. الطب الشرعي بيقول وفاة ميادة نتيجة طلقة بالرأس خرجت من الوجه، والوفد بيقول تشييع جثمان ميادة أشرف شهيدة الصحافة في مشهد جنائزي حزين، وتقرير الطب الشرعي رصاصة اخترقت رأس ميادة من الخلف. فكرة من الخلف ده تأكيدا لما قاله مراسل اليوم السابع، ان هو لم يكن هناك استهداف، ان هو تم اطلاق النار بشكل عشوائي، ولكن بقى الاختلاف هنا ان الطب الشرعي او الناس بتقول ان هو ده جاء من معسكر الاخوان، في حين ان مراسل اليوم السابع واكثر من قناة تلفزيونية قالت ان لا، ده كان فتح النار من قبل القوات الداخلية بشكل عشوائي، لم يكن هناك استهداف. انا سمعت الروايتين زي ما حضرتك تفضلت، والروايه حتى بتاعت فكره الداخليه انه كان فيه وربما ده يكون احد التفسيرات مش التفسير النهائي، ان هي البنيه كانت ضحيه تقاطع نيران، بمعنى انها، لان انا سمعت روايه ان هي قتلت خارج السياره، وفي روايه اخرى ان كانت امام يعني راكبه عربيه وماتت وهي في العربيه، بمعنى ان هي رصاصه يعني انت دخلت في مرمى تقاطع نيران، فكانت ضحيه لهذا الامر. الذي سيحسم الامر طب الشرع، التحليل النهائي، التشريح النهائي للطب الشرعي وتحقيق نزيه وعادل. حالة أوراق متهمين بقتل أطفال سيدي جابر المفتي، ده في جريدة الوفد. والمصري اليوم بيقول الإعدام لمرتكبي إلقاء الصبية بالإسكندرية. واليوم السابع إحالة أوراق المتهمين بإلقاء الصبية برضه، يعني الخبر موجود في كل الصحف، في كل الصحف، وده خبر يعني يشفي غليل ناس كتير ويبتدي يهدي الناس شوية. برضو انا يعني احنا بنعلق على خبر، يعني مش عايز ادخل في يعني حكم القضاء، لانه احيانا لما بنتكلم على خبر حكم قضاء ايجابي بنبقى فرحانين، بس بعد كده بنزع. يعني لو احنا زعلنا معناها ان احنا بنفرح. المفروض احكام، لكن في السياسه انت بتستريحي انه فيه حكم لناس شفنا جريمه كامله تمت على الهواء ومصوره، ان مجموعه من المتطرفين بيمسكوا شباب وبيرموهم من فوق السطح. نتمنى انه يكون القاضي، ورغم ذلك نتمنى ان يكون القاضي وفر افضل نسبه مناخ تحقيق حقيقي للمتهمين، لانه ده شيء مهم جدا بيعزز فكره القضاء المصري. زي ما القضاء بتدي اعدام بيدي براءه. اكيد. ميثاق الشرف الاعلامي الحكومي يولد ميتا، ده كان موجود في الصفحه الداخليه بجريده الوفد. مفيش ميثاق شرف، هيتولد صحيح وسليم ومعافى وهيعيش في جو استقطاب. هذا قانون، يعني عشان اعمل جو يعني ميثاق شرف المفروض يبقى الجو هادي شويه، او بعمل ميثاق شرف في جو مضطرب بس مقنع للجميع. لكن ما ينفعش ان انا اعمل ميثاق شرف اطبقه على مجموعه مش مجموعه، لا. ميثاق شرف يبقى ميثاق بجد، مش مجموعه ناس تقعد تتفق يعني. وما ينفعش ان انا اعمله والصحافه المكتوبه بس اسيب التلفزيون ما يعملوش، او اعمل الصحافه والاذاعه والتلفزيون لكن الصحف الخاصه ما تعملوش، او اعمل الاثنين بس الفضائيات ما تعملوش الخاص، او اعمل كل ده لكن ما ينطبقش على كم. يعني تخيل انت عملتي والتزمتي بس عندك غزو فضائي جاي من بره، هتعمل ايه في الصفحات العربيه او الصحف العربيه او البرامج الفضائيه العربيه، او احيانا حتى في اجندات بتبقى موجوده لبعض الدول الاخرى حتى لو هي اجنبيه، احيانا بترفع شعارات طنانه وكبيره وخطيره عن حريه الاعلام، بس بتدس سم في العسل. لابد ان الميثاق شرف اعلامي يبقى انت شايفه الصوره كلها على بعضها صحيحه، وبعد كده بتبتدي تعملي ميثاق. الاخوان المسلمين اذكر حاولوا يعملوا ده في اجتماع شهير جدا اسمه اجتماع موفنبيك في مدينة 6 أكتوبر، وقعدوا وتكلموا، وصلاح عبد المقصود جاب رؤساء تحرير وكتاب وصحفيين
وانا اذكر أنا كنت وحازم ابو اسماعيل متحدث حازم أبو وشيوخ إسماعيل قنوات بالضبط. الاسلاميه. بالضبط. وكان ضياء رشوان للامانه والموضوعيه له نقيب الصحفيين المصريين موقف واضح وقوي ومحترم في هذا الوقت، لانه انت بتعملي ميثاق شرف عشان تمرري سياستك انت. اكيد. الرياضه بقى، وانتصرت اراده التغيير. محمود طاهر يرسي دوله الاهلي. مستر اكس رئيسا للزمالك. دي العناوين الرئيسيه في المصري اليوم والوفد. وايه بقى؟ هل نتيجه الانتخابات بترضي اعضاء هذه النوادي، ولكن هل ترضي جماهير هذه النوادي؟ الاهلي والزمالك ما هياش نوادي اجتماعيه، ولا هي نوادي مقفوله على اعضائها، هي نوادي ذات جماهيريه خارج الاسوار. فهل نتيجه الانتخابات بترضي فعلا الناس اللي خارج الاسوار؟ الالتراس هيعملوا ايه؟ اللي هي يعني علينا نتفق برضو على حاجه مهمه جدا، بغض النظر عن بعضنا فرحان او بعضنا زعلان من النتائج اللي حصلت في الاهلي والزمالك او في اي انديه، علينا ان نحترم رغبه الجمعيه العموميه لهذه الانديه حتى لو كان البعض لا يرضيه ده. دي اراده الناس، جزء من اللعبه الديمقراطيه انك انت تقبلي ده حتى لو كانت النتيجه صادمه للبعض. هذه هي الجمعيه العموميه اختارت ده. خلي الجمعيه العموميه لو اكتشفت ان هي اخطات تصلح بعدين. فاذا احنا اتفقنا هذا المبدا وعممناه وكرسناه وترسخ، ولو ما عملناش ده يبقى في حاجه اسمها انتخابات مبكره. دي الفكره العامه، وبالتالي احنا بنهنئ الفائزين في هل كل. كارت الانتخابات المبكره ده هنفضل نستخدمه كل شويه؟ ما هو انت لما يعني ما هو هي كل شيء هو صوره مصغره لشيء اكبر منه. انتخابات النادي هي صوره مصغره لانتخابات البلد، وهو يعني الموضوع كله مش هيبقى بعيد عن بعضه. بالعكس انا شايف ان يعني انا شفت امبارح من حظي الكويس، حضرت جزء كبير من انتخابات النادي الاهلي للموضوعيه، شاهدت بعيني كان في جو راقي لحد كبير. قبل كده من اسبوعين كنت صلينا الجمعه في النادي، شاهدت القائمتين المتنافستين، قائمه المهندس ابراهيم معلم والمهندس محمود طاهر. لفت نظري في القائمتين الشعار، الاثنين اتفقوا على شعار الاهلي فوق الجميع، هو كان الشعار الاساسي للقائمتين المتنافستين. الناس كانوا بيتكلموا على بعض، اعلاء بالظبط. في علاقات انسانيه طيبه بين الناس، وعجبني جدا اللي عمله ابراهيم معلم امبارح بعد ما خسر الانتخابات. عمل رساله قبل الانتخابات ما تخلص يمكن بساعتين، لما ادرك ان هو لم يوفق، انه هنأ المجلس الفائز وتمنى له التوفيق. نعم. هذا الشعور كويس. يا ريت في الاحزاب السياسيه، الاهلي والزمالك هم اكبر حزبين سياسيين حقيقيين في مصر. العضويه اللي فيهم اكبر من عضويه الاحزاب السياسيه كلها مجتمع. نعم. وربما الممارسه الانتخابيه اللي فيهم فيها جزء من التطور ما وصلتوش الحياه السياسيه. فبالتالي لو قدرنا نوصل الى التنظيم ده وجعل الديمقراطيه حقيقه معاشه، مش مجرد الديمقراطيه بالمناسبه ليس الصندوق انتخابات بس، مش حاجه ازاز كده بحط فيها ورقه. الورقه دي لو ما تحولتش الى يعني تحسين لحياه الناس بتكفر بالديمقراطيه. اكيد. استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق، كنت ضيف كريم، نورتنا كالعاده، شكرا لوجود حضرتك معانا. بعد الفاصل الزميل تامر ناصر والاستاذ سيد جبير رئيس القسم الخارجي لجريده الوطن هيكملوا معاكم الاخبار العالميه وهيحكوا لنا ايه اللي حصل في بره مصر. بقى قابلكم بعد الفاصل مع زميل تامر ناصر.